يعني أنا أتمنى من رب العالمين إنه عن جد إنه تزال هذه الغمة. بتمنى إنه إن شاء الله يعني ربنا يفك عن سعد للأمانة. سعد يعني أنا من الناس على الصعيد الشخصي يعني أنا بعرفه بأخلاقه العالية شيء، وبتمنى يعني ربنا يظهر الحق، فهذا يعني أهم شيء إن شاء الله. لكن بكل حال يعني أتمنى إنه ننتظر جميعا حتى نرى يعني شو هو الموضوع. يعني ما حد بيعرف التفاصيل، ما حد بيعرف شو هو الموضوع. أول شيء سعد صديقي من 2007 مش من اليوم. إنه سعد المجرد أنا بعرفه كتير منيح ومش من اليوم، من زمان كتير كتير كتير. سعد المجرد ابن بيت، وسعد المجرد ما بيعمل هذا الشيء اللي طلع. يمكن هيدا ضريبة النجاح اللي وصل له. على طول في ناس بتلاقيها أعداء للنجاح، على طول الناس بتشوف في ناس بتلاقيك طالعة 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 بتحاول تنزلك. فإن شاء الله يا رب الله يفك أسره كرماله وكرمال أهله وكرمال جمهوره أكيد. أنا كنتمنى ليه أنه إن شاء الله يخرج من المحنة ديالو ويرجع للجمهور ديالو. أنا كنتواصل مع الناس القراب ليه، نحاول نعرف يعني الأخبار ديالو. إن شاء الله يخرج من المحنة ديالو ويرجع للجمهور ديالو.